طبعا وحشكم تحضير روتينات الغدا. يلا بينا النهارده هنحضر الغدا، وتعالوا بقى ما اقول لكم كده على شويه تريكات وحركات بعملها، ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. اول حاجه عملتها النهارده وهي الباميه طبعا معظمنا بيحبها، انا بعشقها عشق جنوني، والصراحه بستنى الموسم بتاعها كده علشان بحبها جدا. طبعا الباميه لازم تتغسل كويس جدا جدا لان بيبقى فيها شعر وبيبقى فيها حاجات، فلازم نغسلها كذا مره. يعني انا بمسك باميه كده وبروح غسلها بايدي، وبعد كده بنقعها في ميه وخل لمده 5 دقايق وبرجع اشطفها تاني، وبعد كده بحطها في المصفى. لما الاقي كده الميه بتاعتها نازله شفافه ونضيفه، وبعد كده بقى بسيبها في المصفى واسيبها تنشف، اهم حاجه تنشف كويس. بعد كده هولع على اللحمه، وعشان كده تاخدي شوربه حلوه وطعمها حلو، واللحمه كمان تبقى طعمها حلو وكل حاجه حلوه كده، والشوربه رايقه. تعالوا بينا بقى نشوف التريكات والحركات. طبعا جبت بصلايه دعكتها بسنه صغيره قوي من الملح وفلفل اسود، والتركايه دي اللي مجربهاش بجد فايته كتير جدا، عايزاكم كده تجربوها بقى وتقولوا لي طعم الشوربه طالع ايه سواء في لحمه او في فراخ. انا هنا جبت اللحمه وحطيتها، وبدات بقى ان انا ادعك اللحمه بالبصل مع الملح والفلفل الاسود. طبعا انا حاطه رشه ملح صغيره قوي علشان خاطر بس تنزل ميه البصل. اسيبهم 5 دقايق 10 دقايق كده مع بعض لحد ما بحط الميه على النار عشان تسخن، وبعد كده الميه دي عشان نعمل بها اللحمه. بعد كده بقى انا عايزه اشوح اللحمه. اشوحها بقى ازاي؟ بجيب الطاسه بحط فيها معلقه صغيره قوي من السمنه البلدي، ولو مستكه حطي كده 1 مستكه معاها، تمام. بعد كده طبعا نزلت باللحمه، نفضتها من البصل ونزلت باللحمه على السمنه البلدي، وهنا النار عاليه خالص، وبديهم بقى تشويحه مع بعض. ليه انا سايبه النار عاليه؟ علشان خاطر تعمل شوك، تديها صدمه كده حلوه كده، وما تنزلش الميه بتاعتها، يعني اللحمه ما تنزلش الميه بتاعتها، تمام كده. اهم حاجه ان انا هفضل اقلب فيه، والنار كل ده عاليه، انا مش هوطيها خالص خالص، تمام كده. بديها كده تشويحه على كل الجناب، وفي الاخر خالص بنزل عليها بالبصله بتاعتها وبشوحهم برده كده معاها، وبعد كده بحطهم في الميه السخنه اللي انا محضراها، عشان خاطر ما ينفعش طبعا احط لها ميه ساقعه علشان الانسجه بتاعه اللحمه. الميه السخنه بكون حاطه لها بصل وجزر وطماطم وورق لورا وحبهان، تمام. بعد كده بنزل عليهم بقى كده باللحمه زي ما انتم شايفين، وبسيبهم شويه، وعشان الشوربه يبقى لها طعم حلو لازم احط لها الماسوره. الماسوره بقى بتدي طعم للشوربه وبتخلي الشوربه كده ليها بهاريس حلوه. بعد كده بحط لها بهارات لحمه وبسيبها تستوي براحتها. تعالوا بقى لما نقمع الباميه. طبعا زي ما اتفقت معاكم لازم الباميه تنشف كويس جدا عشان ما تبقاش ممليطه معانا، تمام، لان بتنزل ماده كده ممليطه. بعد كده بقمعها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. المهم هعمل معاكم كذا واحده علشان تشوفوا بتتعمل ازاي. بشيل الراس بتاعتها وبشيل الديل وبس كده كده تبقى الباميه اتقمعت معايا. طبعا الباميه دي عشق العشق، بحبها جدا. اكتبوا لي بقى انتوا كمان ايه الخضار المفضل ليكم. انا بحب الباميه وصينيه البطاطس. طبعا الباميه دي كانت كبيره شويه فقسمتها على الاتنين. لو عايزين فيديو لتخزين الباميه اكتبوا لي في الكومنتات تحت، ان شاء الله هعمله لكم قريب. بس كده انا هنا كده خلصت كميه الباميه كلها، وهبدا بقى اللي انا اطبخها. اول حاجه هنا انا بجهزها وهي التومه، رشيت عليها رشه ملح وبدقها عشان هنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه. خلاص انا دقيت التوم. انا بقى بحضر هنا الحله وبقطع فيها البصل. انا بحب اقطع البصل كده، معرفش ليه بس بحب اقطعه كده قوي. ما بحبش اضربه في الكبه كتير، يعني مش في كل الاكلات بضربه في الكبه. اللي هي الكميات الكبيره بضربها في الكبه، انما لو كميه صغيره يعني حله صغيره كده بعملها على ايدي بالطريقه دي. انا بحب الطريقه دي جدا، اللي بيعمل زي كده يكتب لي في الكومنتات تحت. بعد ما حضرت البصل هحطها على النار بقى، واحط لها زيت، وهحط لها معلقه صغيره من السمنه البلدي. انا مش هعمل الطشه بتاعه الباميه في الاخر، في ناس بتعملها في الاخر، انا الصراحه بدل ما اعمل زيت وسمنه تاني بعملها في الاول على طول، اللي هو بدي للبصله تشويحه كده زي ما انتم شايفين وتدي اللون الذهبي بتاعنا. اول ما بتاخد اللون الذهبي ده بنزل عليها بالتومه المفرومه اللي احنا دلوقتي فرمناها مع بعض في الهون، تمام كده. هديها برده كده تشويحه، يعني مش هسويها قوي، لا هديها كده تشويحه، وهنزل بقى عليها بالباميه اللي احنا مقمعينها وغسلينها مع بعض. بعد كده هنقلب كويس، وهننزل عليها بكوبايه من الشوربه او كوبايه من الميه السخنه. بعد كده هقلبهم بقى وهسيبهم يستووا كده شويه مع بعض لحد ما اللون بتاع الباميه تلاقوها كده غير شويه. تروحوا بقى نازلين عليها بالطماطم بتاعتنا. نزلت عليها بطماطم مبشوره، ونزلت عليها بطماطم مضروبه في الخلاط وصفتها كمان. بعد كده حطيت ملح وفلفل اسود ورشه صغيره كده من السكر عشان تعادل الحموضه، وسبتها بقى تستوي براحتها. طبعا هنا النور قطع، ما قدرتش اصور لكم بعد كده الا الاكل بعد ما خلص. عايزه اعرف بقى التركات بتاعتكم ايه في الباميه. طبعا بصوا شايفين الشوربه وحلاوتها وجمالها. لو اقول لكم بقى كمان على الطعم في حته تانية خالص، لو جربتوا الطريقه دي بجد هتدعوني جامد جدا.
اهم حاجه بقى ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حميد لايك.